السلام عليكم وهلو هلو يا مساء الخير والسعادة والجمال، يا رب النهاردة تكونوا في أحسن حال، وأهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة سيدة جميلة جدا جدا بكل أفكارها وديكوراتها. بتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. تعالوا نعيش أجواء رمضان الجميلة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. متنسوش دعمكم ليا باللايكات الحلوة وكمان آرائكم تحت الفيديو، ويشرفني جدا لو أول مرة تشوفيني تشتركي معايا في القناة وتتابعيني كل يوم فيديو جديد. تعالوا نبدأ معاها على طول، وزي ما انتوا شايفين ترتيبات السفرة بتاعتها وتحضيراتها الجميلة جدا، شكل المفارش مع فوطة السفرة، كمان الكوستر تحت الفنجان بتاع المية او الكاس بتاع المية، كمان الكفر اللي هي حاطة فيه الشوك والمعالق، الطقم كله على بعضه متكامل. فده كان شكل ترتيبها للسفرة بتاعتها. وهنا كمان بعض من أفكار الديكورات البسيطة جدا اللي هي حطاها في البيت. حلو جدا فكرة الشجرة والزينة بتاعتها. حتى كمان هنا الكوفي كورنر كمان بالتحليات بتاعتها بشكلها الحلو. كل دي كلها أفكار بسيطة وتزيينات لطيفة جدا ليها. كمان السيدة اللي معانا هي سيدة عربية من المغرب العربي، فكمان بقى أفكار التقديمات الحلوة جدا ليه زي ما قلتلكم كده للقهوة، وكمان المكسرات بقى والحلويات بتاعت رمضان الجميلة. ترتيباتها كمان ليه زي ما قلتلكم ليه الجزء الخاص بالمشروبات، كمان برضو تقديماتها للحلويات. كل الكورنر ده خاص بتقديمات حلوة جدا. كمان من أفكارها اللذيذة إن هي تعمل حلقة أو الريك بتاع فوطة السفرة، إن هي عندها هنا الهلال والنجمة ده، وبدأت تزينه كده على الحلقة اللي موجودة عندها. بتبقى لطيفة جدا إن هي تحطها في الفوطة أو المنديل. ده كده ترتيب تاني للسفرة بتاعتها زي ما شفنا الترتيب الأولاني. فممكن احنا بأفكار بسيطة كده نحاول نستغل حاجات موجودة عندنا، نحولها لأفكار حلوة زي دي. ده هنا جولة برضو سريعة تانية كده في بقية المنزل الخاص بيها، وبرضو ديكورات السفرة بتاعتها أو ديكورات رمضان وأجواء رمضان الجميلة. كمان برضو من مشترياتها الجديدة طقم اللي هو الحافظ بتاع البقوليات بقى والتوابل والحاجات دي كلها، تقدر ان هي تعملها بكل سهولة كده بشكل منظم وشكل حلو. كمان تحط عليها الليبلز بتاعتها بالشكل ده، تبقى منظمة المكان عندها بكل سهولة. كمان برضو هنا حبت ان هي تعمل تغيير كمان للكوفي كورنر زي ما شفنا التقديمات اللي كانت عملتها الخاصة برمضان. هنا برضو تقديم تاني او ترتيب تاني، ان هي كمان حلو جدا ان هي بتحط انواع التسالي بتاعتها او الكاندي اللي موجودة عندها او اي حاجات بتقدمها مثلا لضيوفها، ان هي تنظمها بشكل حلو مع كمان تنظيم المشروبات. كل ده كده بيبقى موجود في مكان واحد بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. كمان هنا برضو من مشترياتها زي ما شفنا ان هي اشترت طقم المنظم بتاع البقوليات. كمان هنا حبت ان هي تنظم التلاجة والمشروبات الخاصة بيها بالمنظم الحلو جدا ده من امازون، وبدأت ان هي تنظم كل المشروبات او الكنزات الخاصة الموجودة عندها، وتبقى سهلة كمان في الاستخدام. اللي يحب يطلع حاجة تبقى كل حاجة مترتبة في مكانها. كمان برضو من افكار الديكورات بقى اللي تقدروا تستخدموها في افكار كتير جدا. يعني انت لو عندك بولة بتحطي فيها اي ديكورات جواها، وبتحطي كمان فيها المية، وكمان حطت فيها الشمعة كده فوق الوش، فتقدري ان انت تعملي افكار مختلفة بكل حاجة بقى موجودة عندك، تقدري ان انت تعمليها كده. حتى هنا كمان ان هي تعمل فازة من الورد، عندها الفروع اللي هي الخضرة دي، بدأت ان هي تحطها في الفازة من تحت او في الجار من تحت، وكمان تديها اللون ده بدل ما تعمليها بقى بسبراي او تحطي عليها الوان. لكن هي غيرت هنا شكلها باستخدام ورق الشجر، فعطيه برضو شكلها الحلو ده. كمان هنا برضو ترتيباتها للبسكوت عندها بطريقة حلوة تدي شكل حلو للجار اللي هي فيه. تبقى جميلة جدا في التقديم، وفي نفس الوقت زي ما قلنا كده لو هي عندها الكوفي كورنر تقدر ان هي تحطها، تبقى عاطية ديكور شكله حلو قوي. بدأت بقى تنظم كل التحليات اللي موجودة عندها من مشروبات من تسالي من بسكوتات وشوكولات، والحاجات دي كلها تنظمها بشكل حلو. كلها موجودة في مكان واحد زي ما انتوا شايفين، الكيك والسينابون، كل المشروبات اللي بتستخدمها في مكنة القهوة، كل ده جزء كده خاص ببعضه. فشكلها حلو جدا وتبقى سهلة جدا. كمان من افكار الديكورات الخاصه بيها وتزييناتها الحلوه، ان انت زي ما قلت لكم بدل ما تعملوا السبراي على الفازه من بره، زي ما شفتوا كده الفكره اللي حطت ورق الاخضر جوه الفازه، بدات هنا كمان تعمل فكره تانية ان هي تغلفها بالورق، وكل مره طبعا بتديها شكل مختلف بورق مختلف.
هنا برضو عندها حبت ان هي تعمل طابلوهات بشكل كده مودرن وغير تقليدي، جابت اللي هي القطعة الخشبية دي وبدأت تعملها بالسبراي الذهبي وحطيتها على قطعة من الخشب وعملتهم طابلوهات عندها. فكرة حلوة برضو جدا للديكورات. كمان هنا برضو الفازة حبت ان هي تعملها بطريقة برضو غير تقليدية، فبدأت ان هي تجيب الفواكه المجففة دي وتحطها في الجار من بره. لما انتي بتحطي واحد تاني اصغر جواه بيديله كده مساحة، تقدري ان انتي تحطي حاجات كتير جواه وتديكي الشكل الحلو ده. ففكرتها برضو حلوة ان انتي ما تحطيش كمية كبيرة، تحطي كمية صغيرة لكن تديكي الشكل اللي هو مليان كده. كمان برضو تجديدات لبعض الفازة عندها، بدأت ان هي تعملها بالالوان عشان تديها اللون الترابي الحلو ده. كمان هنا برضو فكرة ديكور بسيطة جدا، ان هي بدأت تجيب الاطباق اللي احنا ممكن نكون بنشتري فيها شوية من الحلويات، الاطباق اللي هي الفضي والذهبي، تقدري ان انت تستخدميها في ديكورات مختلفة كتير. بدأت هنا ان هي تجيبها، وكمان هي عطى شكل كده زي المراية، فبدأت ان هي تحط حواليها من بره الخرز، عملتها بالسبراي واستخدمتها كبليت كده ان هي تحط عليه التقديمات في الجزء الخاص بالقهوة. كمان تعالوا نشوف برضو بعض الترتيبات الخاصة بيها للتلاجة واستخدامها بقى للمنظمات المختلفة، ان هي تنظم عندها الفريزر او التلاجة بالمنظمات الحلوة دي، بحيث ان هي توفر عندها مساحة كبيرة. وكمان زي ما شفتوا الشكل في الاول كان عامل ازاي، وبعد ما استخدمت المنظمات بتاعتها بقى الشكل عامل ازاي، هتسهل عليها كتير وفي نفس الوقت هتديها الشكل الحلو. حتى كمان من أفكارها في التلاجة وتنظيمات التلاجة، لما بتستخدم الزبدة بتبتدي ان هي تقسمها حسب الاستخدام بتاعها وبتلفها قطع كده في ورق الزبدة، فبتبقى سهلة بدل ما تطلع القالب على بعضه ان هي تطلع حسب استخدامها بس. ففكرة برضو حلوة ولذيذة جدا. دي بعض التقديمات للتسالي، لو بقى حابة ان انت تعملي تقديمات حلوة لبعض البسكوتات الموجودة او الفواكه، لو انت عندك ضيوف تبتدي تقدمي لهم الحاجة بشكل حلو وبشكل منظم وفي نفس الوقت الوان واشكال حلوة كده. فدي كان بعض افكارها لتقديمات التسالي او المقبلات لضيوفها. نقدر ان احنا برضو ناخد كده شوية افكار، وكمان دخول العيد علينا نقدر نحط البسكوت والكحك والحاجات بتاعتنا بطريقة حلوة مع شوية من الفواكه، هتدينا الشكل الحلو ده. وبس كده اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو ده. كان فيديو النهاردة لسيدة عربية، تقديماتها وترتيباتها المختلفة. شفنا شوية من افكار الديكورات اللي تقدروا تعملوها بايديكم في البيت بلمسات بسيطة قوي، نقدر ان احنا نحول كل حاجة للجمال اللي انتوا شايفينه ده. كلها افكار حلوة كده نقدر نستغلها وناخدها مع بعض ونقدر ان احنا ننفذها بكل سهولة. بشكركم جدا على المتابعة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش دعمكم ليا باللايكات الحلوة وكمان آرائكم في الكومنتس. وحبيت أختم معاكم الفيديو بالصالة الجميلة اللي هي عاملاها أول غرفة دي للسينما بتجهيزاتها، الشاشة والكراسي. بجد حلو جدا لو احنا عندنا مساحة نقدر ان احنا نخصص مكان أو غرفة زي دي عندنا في البيت. شكرا جدا على المتابعة بتاعتكم. أشوفكم على خير بكرة في فيديو جديد وسيدة جديدة. متنسوش لايكاتكم وآرائكم في الكومنتس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.